في لقاء العرض الأول لفنون المسرح في الدورة 11 شفنا مسرحية ثورة دون كيشوت، وهو عمل مدعوم من وزارة الثقافة وإنتاج شركة كلانتستينو، دراماتورجيا وإخراج الوليد داغسني. يلزمنا نطلعوا لفوق. وهما وين باش يطلعوا؟ يطلعوا لربي. واحنا وين باش نسكنوا في الكاتورزيان. وهما وين باش يعيشوا؟ هذاك واجبنا في توفير الرعاية للأجانب. مسرحية ثورة دون كيشوت تتحدث على كائنات في مدينة غامضة تحاول تسيطر وتحتل مناطق حيوية تسيرها حسب رغباتها، لكن نشوفوا زاد المقاومة والمعارضة من جهة أخرى، صراعات ونفوذ ممكن تأسس الواقع مرعب. الوضعية تاعنا والخرافة تاعنا هي محاولة الاختصار أهم ما تعدت به البلاد في ال5 سنين الأخرانيين ديزون، يعني بعد الثورة. دونك بيدوا الأيامات والعوامل اللي عشناها كانت متسارعة برشا، والأحداث مع بكم هائل يوميا وإلا كل جمعة ولا كل شهر ولا كذا. والشخصية اللي نلعبها أنا والشخصية اللي تلعبها الأستاذة والممثلة أماني بلاعج هما شخصيتين يتحكموا في كل شيء، معناتها في الأحداث وفي الأشخاص وفي المواقف. دونك هي اللي تحرك وتستعمل في الشخصية اللي نقوم بها أنا كأداة. الدور متاعي هو تكملة أو متابعة للدور اللي خدمته في مسرحية الماكينة مع وليد الداغسني ومجموعة اللي فاتت اللي هي الكابيتان، اللي في آخر المسرحية لقى روحه في متاهة من الضياع والمرض وغيره. نلقاوه في المسرحية هذه قايد زادة، لكن في نظرة من الموروث التاريخي. أنا خذينا من دون كيشوت التاريخ وشفناه حتى في ملابسه، في السينوغرافيا الموجودة اللي تابعته هو في المقول متاعه في حواراته. قاعدين نستحضروا من التاريخ المعركة ما بين دون كيشوت والوهم متاعه والبروجيكسيون متاعها على باقي الشخصيات. استوحى المخرج فكرة المسرحية من رواية دون كيشوت اللي حاول يقدم فيها طرح فكري وفلسفي للواقع السياسي والاجتماعي اللي يشهد برشا تحولات. توصلنا باش نعملوا مقاربة تهمنا احنا، معناتها كي تقول انت ثورة دون كيشوت معناتها تهزك برشا مسائل. اكيد احنا ماناش في دون كيشوت الرواية ولا كذا، ولكن يمكن نكونوا في الدون كيشوتية اكثر منها، معناتها اللي هي إلى حد كبير معناتها الصراعات العبثية اللي ما تأديش بشكل كبير للأهداف ولا الحاجات اللي نتمنوها. احنا كفنانين شنو نجم نقدموا اليوم لتونس وللناس اللي تتفرج في المسرح، شنو نحب نقولوا بالضبط. جودة أعمال متتالية وطرح جديد يحاول ينقل الواقع بنسق متسارع ويأسس لرؤية الفنان القادر على تحليل الواقع وتقديمه بأشكال جمالية.